إيه اللي بيضيع قبول المنحة التركية من معظم الطلاب؟ أغلب اللي بيترفضوا من المنحة التركية بيخسروا الفرصة لنفس الأسباب تقريباً. في 5 حاجات لو وقعت في واحدة منهم نسبة قبولك بتنزل جداً. 1. خطاب دوافع ضعيف، مش واضح، مش بيعبر عنك، مش مميز. 2. اختيار التخصص الغلط، اللجنة بتحس لما التخصص بيكون مش مناسب ليك، وده بيقلل فرصك جداً في القبول. 3. ملفات ناقصة أو مش مترتبة صح، ورقة مش واضحة أو اسم ملف غلط، تفاصيل بسيطة بس تأثيرها كبير. 4. مفيش تجارب أو أنشطة مثبتة. خلي بالك مش لازم تبقى عامل إنجازات ضخمة، لكن المهم إن الحاجات اللي عندك تبقى متوثقة ومعروضة بشكل احترافي وصحيح، وده اللي أغلب الطلاب ما بيعرفوش يعملوه لوحدهم. 5. اختيار جامعات مش مدروسة. اختيار الجامعات والتخصص بيأثر جدا عند اللجنة، ولو الاختيارات مش متناسبة أو متناسقة مع شخصيتك وملفك ده بيخسرك المنحة بمنتهى السهولة. القبول مش صعب، بس محتاج ملف مترتب وأنشطتك تبقى متقدمة بطريقة تبين شخصيتك، واختيار جامعة يناسبك، وتخصص محسوب. وده اللي احنا بنساعدك فيه في خطوة. بنرتب ملفك بشكل احترافي، وبنثبت التجارب اللي خضتها بالطريقة اللي تعكس شخصيتك بشكل حقيقي، وبنختار معاك التخصص والجامعة اللي بتقوي فرص قبولك، مش اللي بتملى بيهم الفورم وخلاص. اكتب لنا جملة المنحة التركية وهنرجع لك فوراً. باي.